بس سؤال، معقولة ما فكرت بالبطاقة الحمراء؟ يعني انت لو خال مقول احسن، ولا تخلي فريقك يلعب ب10 لاعبين. هو احنا منا هلا قوة مدبريها ب11 لاعب، النوب 10. صراحة هاي النتيجة بالنسبة لي مو صدمة، انا متوقعها. وقلت لكم السنغال فريق قوي من وقعنا وياهم، وقلت لكم بالفيديو السابق انه فرنسا غالبتك 3-0 مع الرأفة، بس هي شافت انه انت ما بيك فايدة وما بيك خطورة عليها، سحبت كل نجومها وطلعتها. السنغال اليوم عقلية مدربهم تختلف عن مدرب فرنسا، راد يجيب الثالث والرابع والخامس، وإذا قدر يجيب السادس هم كان جابه. بس هل هاي ال5 أهداف سببها هو هذا الطرد؟ ولو الطرد موجود كان ما كلنا 5؟ ما اعتقد. طالما هذول يلعبون بالمنتخب ومحسوبين لواعيب عليك، انت ما راح تاخذ وياهم اي بطولة، لا قارية لا كاس عالم لا اي شيء. يعني معقولة ولا لاعب ولا مهاجم عندنا سريع، ولا واحد يعرف يطلع بالطوبة مثل الاوادم؟ يعني دقيقة 80 آكام هاشم طلع بالطوبة انفرادية اللي هو مدافع، دقيقة 89 بايش قطع الطوبة، طبعا هي صدفة جت وياه وطلع بيها مرتدة، ماكو لا لاعبين قبله ولا لاعبين قدامه، ولاعبين دا يركضون قدامه. ليش لعب لهم الطوبة؟ ليش طب للعمق اكثر؟ ايش سوى؟ فر الطوبة ورجع لعبها وين؟ القلب الدفاع مالتنا. وهاي كلها كانت مساحة فارغة عندنا. علي جاسم المنفوخ فد كان ثقيل اليوم بالطوبة، لا سرعة لا تمريرة لا ما اعرف شنو فاتته بالملعب. انطيهم بس تصريحات يموتون على هالسالفة والاعلام، وراح نلعب بكل قوتنا، وراح نرفع راسكم بهاي المباراة، وراح نقدم افضل ما عندنا. بس هاي بشرفكم اليوم قدمتوا افضل ما عندكم، ما عدا آكام هاشم وميرخاز دوسكي وزيدان اقبال. المنتخب عنده ذول الثلاثة ضيف لهم ايمن حسين، فقط 4 لاعبين، ذولا هم ال4 ابني عليهم الفريق الجاي. المفروض الاتحاد اذا راد يسوي شيء بعد هاي البطولة المخزية، يصفي هاي التيشة البقت كلها. البطولات الجاية سواء كانت محلية قارية كاس عالم اي شيء، لازم اكو عناصر غير ذولا دا يلعبون، لان هذول مدى يمثلون المنتخب بصورة صحيحة ويفتقدون الى ابسط مهارات اللاعب العادي. مين جبتوهم ذولا البقية؟ اردفتهم. كلمة واحدة بس اقدر اوجهها للمنتخب: حرامات بيكم هذا الجمهور، والله العظيم.